الطبق دوت اساسي معانا في كل المناسبات الحلوة، معانا من غير مناسبات. ينفع كمان يتاكل بالعسل، يتاكل بالسكر، يتاكل حادق، يتاكل بالفلفل، يتاكل بالصلصة مع كفتة الرز، يتاكل بالخضار واللحمة. سهل جدا وطري وخطير خطير خطير. هنعمل النهاردة الكسكسي او المبروم او الكسكس زي ما بيسموه في دول، في الجزائر والمغرب وسوريا. طريقته سهلة جدا وبسيطة واقتصادية، وهنعمله في البيت اوفر بكتير وارخص وانضف. هنعمل الكسكسي كله بكل تفاصيله من غير خلاط ولا عجان ولا مضرب ولا اي حاجة خالص، وبكل التفاصيل هنمشي عليها تطلع معاك مظبوطة جدا. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول خطوه معايا هجيب معايا حله الكسكسي، وبتكون حله وفيها كمان مصفى بتبقى بتلبسها فيها من فوق. نحط فيها كميه ميه حلوه، نحط فيها ملح ونسيبها بقى تغلي مع نفسها. في الوقت ده هنبتدي نحضر بقى مكونات الكسكسي. هجيب ميه عادي من الحنفيه واحط عليها ملح واحطها جنبي. بعد كده اجيب مقدار الدقيق بتاعي، انا معايا مقدار هنا 2 كيلو دقيق. هنخلهم كويس جدا، كل ما تنخلي الدقيق كل ما يديكي نتيجه حلوه جدا. بس بايدي كده هبتدي ارش الميه وارش الميه وارب الدقيق كده بايدي. وتخلي بالك كويس جدا من كميه الميه عشان ما يعجنش منك. اول ما تبتدي بقى تبرمي الكسكسي كده على ايدك، اول ما بروم تبرميه كده ما يلزقش في ايدك ويبتدي ينزل كده وايدك تنضف من الدقيق، يبقى كده كميه الميه مظبوطه جدا وتوقفي. بس انا كده وقفت كميه الميه، ودول بقيه الميه اللي اتبقوا معايا من الكميه اللي كانت معايا. وابتدي بقى ابرم الكسكسي بتاعي. اول ما ابرم ابرمه كويس جدا لحد ما يبقى معايا كده زي الحبيبات الصغيره خالص. تمام كده. دي بالخطوه دي كل ما ابرمه كويس جدا كل ما هيبقى معايا سهل في ان انا اطلع الكسكسي بشكله الاساسي اللي انت بتجيبيه من بره. شايفينه؟ تجيبي بقى بعد كده المنخل اللي عندك، المنخل واي بقى ما كروانه عندك اي حاجه بقى، تبتدي ان انت تحطيها وتنزلي الكسكس اللي عندك اللي انت برمتيه، وتروحي جايه حطاه بقى. نبتدي ان احنا تنزلي بايدك كده تلفيه كله كده، هينزل معاكي كله مش هيبقى خالص. بصي انا نزل معايا كله، ما تبقاش غير حبه الصغننين دولت وفضلت وراهم لما نزلتهم كلهم من الملح. شايفين جمال الكسكسي؟ ما خدش وقت خالص وبجد رهيب. الخطوه دي مهمه جدا. جمعي بقى الحلل المعالق والشوك بتاعتك وحطيها تحت على المصفى. بعد كده جيبي بقى قماشه من عندك تكون نضيفه حلوه قوي وما فيهاش ريحه ولا اي حاجه خالص، وابتدي بقى نزلي الكسكسي بتاعك عليها بقى وافرديه كويس جدا وما يكونش فيه كلكعه او اي حاجه خالص. وهتلفي القماشه ديت بقى تغطيها كويس قوي، ما يطلعش منها حته تكون عريانه خالص او مش متغطيه بس. وغطيه بقى وسيبيه على النار، والنار تكون عاليه عليه، مش حراره واطيه، لا تبقى حراره ما بين العالي والمتوسط ومش متوسطه قوي. بس كده. انا هنا هتلاقوه اتنحكش مني لان بعد بالظبط نص ساعه رحت جايه قلب مطلعاه، فتحت عليه وقلبته وغطيته وسبته تاني بس ما صورتش دي. بس كده. ده كده بعد ما عدى عليه 45 دقيقه بالظبط، يعني من 45 لساعه تسيبيه. حلو الكلام. بعد كده زودي ميه طبعا تاني عشان احنا سايبين ميه من كتير، والميه تكون برده بملح. وبعد كده طلعيه بقى وابتدي لو في حاجه مكلكعه او عملت منك ابتدي ان انت تفرديه خالص وتفكيه كل الكلكعه والكور دي منها. بس كده. شايفينه سهل جدا وهيبقى سخن في الاول. خلي بالكم بيعمليه كده بالمعلقه معاكي عشان ما يبقاش سخن قوي على ايديك. بعد كده هتجيبي مقدار ميه وعليه حبه ملح، وما تزودش في الملح قوي يا جماعه عشان خاطر ما يبقاش حادق مننا. لو انتوا كنتوا حاطين في الاول كميه ملح حلوه خلاص ما تزودوش ملح تاني. لو الملح كان من الاول حبه صغيره يبقى حطي حبه ملح. وهنعمل زي الخطوه الاولانيه بايدك كده وكب ميه، وبعد كده ابتدي ان انت تربيه كده وتقلبيه بالراحه عشان ما يعجنش منك، وتفضلي تزودي ميه. في الخطوه ديت لو الكسكسي استوى منك كويس في الاول هياخد يشرب منك ميه حلوه ويزيد ويطرى معاكي. كل ما ياخد ميه منك ويبقى طري يطلع معاكي طري حلو قوي. ميه غلت مننا والكسكسي شرب مننا ميه حلوه قوي. بعد كده هرجعه تاني. في المرحله دي هتلاقوا الكسكسي تضاعف حجمه، يعني المبروم معاكي هيتضاعف معاكي حجمه. بس كده. نفس زي الخطوه الاولانيه. حطيه وغطيه ولمي القماش عليه كويس جدا وسيبيه بالف هنا وصحه. طريقته سهله جدا وبسيطه، والطعم يا جماعه مش رهيب، خطير. طلع طري جدا واحسن من بره واوفر بكتير. بره لو رحتي جبتي هتجيبيه علب او تجيبيه من عند الراجل بتاع المعجنات بره بتمن وقدره، ومش ضامناه معمول ازاي ولا دقيق ازاي ولا المكونات والادوات اللي اتعمل فيها.
او تجيبيه بقى جاهز وتحطي عليه ميه وتضربيه في الخلاط، وبرده مش مضمون ومعمول في مكان. هتجيبي بقى سمنه بلدي او السمنه اللي بتحبي تحطيها بيها والطعم اللي بتحبيه وهو سخن كده، وتبتدي بقى تقلبيه بالسمنه ديت بقى، ويا سلام على الريحه والطعم يا جماعه، بجد رهيب فوق الخيال، طري جدا وطعمه حلو قوي وتحفه تحفه تحفه، يعني بجد الكلام ما يتوصفش يوصف جماله. سهل جدا وبسيط، شايفين الجمال بتاعه بجد خطير. طبعا الكسكسي بقى بيتاكل باللبن، بالبليله، بالعسل، بالسكر، تاكلين مع كفته رز. تعملي له بقى كده اكله حلوه كده اللي هو الكسكسي المغربي، اللي هو باللحمه وبالجزر وبالكوسه وبالخضار، بيطلع رهيب 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 بجد لو جربتوا الكسكسي المغربي. مشهور عندنا في مصر ان هو بيتاكل طبعا لما مع قدوم مولود جديد، مفيش سبوع لمولود جديد الا لازم يكون فيه كسكسي. اي سبوع في مصر لازم يكون معمول مبروم او كسكسي فيه، دي حاجة اساسية في مصر. فطبعا احفظي الوصفة دي عندك، هتحتاجيها جدا في كل مناسباتك، هتحتاجيها بدل ما تشتريه من بره، تقدري تعمليه في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. وكمان وصفة غدا حلوة تقدري برضو تعمليها، وصفة تغيري في اكلك وتجددي وتعملي وصفة جديدة وغدا جديد وسهل جدا، يعني حبة دقيق ومية ما كلفوكيش مبلغ كتير، وعملتي كمية حلوة جدا بربع او تلت تمنه انتي عملتيه في البيت. حطي بقى السكر بتاعك، حطي مكسرات، يا سلام على البليله. الصراحه انا ما لقيتش بليله، كنت عايزه برضو اعمله بالبليله فما لقيتش، فعملته بالمكسرات وعملت بالفلفل الاسود عشان يبقى عملت كل التشكيلات، ما حرمتش نفسي من حاجه. طريقته سهله جدا وبسيطه، وبجد يا جماعه الطعم رهيب وطري جدا وخطير خطير بجد. لو عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هسيبكم بقى مع الجمال دوت تعيشوا معايا.